بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف الحديث بنا بالأمس عند لام التعريف، وأما لام التعريف أمر معروف لديكم. لام التعريف هذه اللام هي لام ساكنة، لام ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن، كل الكلام العربي يبدأ بحرف متحرك، فلذلك يجلبون لها همزة الوصل فيقولون وإلا فهي اسمها لام التعريف. انتبهتم؟ هي لام التعريف، ويقولون التعريف يعني مجازا، وإلا هي لام التعريف. هذه اللام تفرق بين المعرفة والنكرة. بين المعرفة أقول كتاب، أي كتاب؟ أي كتاب، كتاب. لكن لما أقول الكتاب معناها كتاب معين. انتبهتوا كيف؟ رجل، أي واحد فيكم رجل، لكن الرجل رجل معين. انتبهتوا؟ فلذلك اسمها لام التعريف. من يعرف المعارف يرفع يده. المعارف السبعة في اللغة العربية 7 معارف. المعارف 7 نجمعها في بيت شعر واحد. تعرف ما هو؟ قول. أنا صالح ذا من فتى ابني يا رجل. حبيبي أنت، الله يرضى عليك. إن المعارف 7 فيها كمل. أنا يعني الضمير. صالح رجل اسمه صالح، صالح، سعيد، محمود، رمضان، محمد. أنا ضمير، صالح اسم العلم، ذا اسم الإشارة، ما بمعنى الذي اسم الموصول، الفتى المحلى بال، هذا المعرف بال، ابني ولدي، ابني معناها ولدي، مو ابني فعل أمر من البناء. انتبهتوا؟ ابني يعني المضاف، يا رجل المنادى. هذه 7 معرفة. انتبهتوا كيف؟ والاسم الذي هكذا كتاب، رجل، مسجد، هذا اسمه نكرة. فال هذه تدخل على الكلمة تحولها من نكرة إلى إلى معرفة. انتبهتم؟ نعم. قولوا لشوف. إن المعارف 7 فيها كمل. أنا صالح ذا ملفتى ابني يا رجل. صعبة؟ إن المعارف 7 فيها كمل. أنا صالح ذا ملفتى ابني يا رجل. أنا صالح ذا ملفتى ابني يا رجل. نرى على اللوحة هي لام ساكنة تجعلها العرب قبل الأسماء. ليه؟ لتعريفها. ويسبقها همزة وصل مفتوحة. يسبقها همزة وصل مفتوحة. الجبال، السماء، الجبال هذه قمرية، أليس كذا نقول السماء. فالعرب يدغمونها في 14 ويظهرونها عند 14 كما نرى على اللوحة. وضع لام التعريف مع حروف الهجاء بعدها. قمرية 14 حرفا يعني مظهرة، شمسية يعني مدغمة. في كم؟ في 14 حرفا. صعب؟ ما أظن صعب. اللام القمرية تظهر العرب لام التعريف عند 14 حرفا. جمعها الشيخ سليمان الجمزوري، هذا من علماء القرن 12 الهجري، في ابغ حجك وخف عقيمه. يعني اذهب إلى الحج، كن مريدا للحج، واحذر أن تعود من الحج بدون ثواب بأن تضيع حجك. خف عقيمة، خف فعل الأمر من الخوف. عقيمه، العقيم هو الذي لا ينجب، ليس عنده أولاد. يعني احذر من أن تعود من حج غير مقبول.
لماذا يظهرون اللام؟ وذلك لبعد مخرج اللام عن مخارج تلك الحروف: الجبال، القمر، الأرض، الحج. اللام الشمسية تدغم العرب لام التعريف في 14 حرفا مقاربا لها إلا اللام، فهي من قبيل المتماثلين، نحو والشمس. والشمس ما أصلها؟ والشمس، هكذا أصلها والشمس، لكن ما أحد يقول، كل العرب يقولون ماذا؟ والشمس. السماء ما أصلها؟ السماء، هل يقول أحد السماء؟ ما أحد يقوله. الداع، أجيب دعوة الداع، الداع ما أصلها؟ الداع، تمام؟ نعم. الليل، الليل، هذا متماثلين، لام ولام. وقد جمعها الجمزوري رحمه الله في أوائل كلمات البيت التالي. أوائل كلمات يعني الحرف الأول من الكلمات: طب ثم صل رحما. رحما هي لغة في رحما، العرب تقول رحم وتقول رحم، انتبهت كيف؟ طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. الحروف التي باللون الأحمر هي حروف شمسية. واضح؟ في غموض؟ فائدة: علامة إظهار لام التعريف في المصحف وضع رأس الخاء. طبعا رأس الخاء من كلمة خفيف، هذه اخترعها الخليل بن أحمد الفراهيدي، خفيف، فيضعون خاء صغيرة بدون نقطة. نعم. فوق اللام، نحو الجبال، القمر، الأرض، الحج. علامة إدغام لام التعريف في ضبط المصحف تجريدها من السكون وتشديد الحرف التالي، نحو والشمس، السماء، الداع. هذا هو. أيوة، أحكام الميم والنون. يعني ممكن يسأل سائل: لماذا نقول أحكام النون، أحكام الميم؟ ليش ما نقول أحكام الدال، أحكام الصاد، أحكام الباء؟ بسبب الغنة، بسبب الغنة التي في النون وفي الميم. وكما ذكرنا عند المخارج إن النون نصفان، النون نصفان، نصف لساني ونصف خيشومي، والميم نصفان، نصف شفوي ونصف خيشومي. فباعتبار أن لها نصفين صار لها أحكام، فأحيانا العرب يظهرونها وأحيانا يدغمونها وأحيانا يقلبون النون وأحيانا يخفونها. انتبهتوا كيف؟ نعم. المبحث سيتناول النون والميم المشددتان، أحكام الميم الساكنة، أحكام النون الساكنة والتنوين، أزمنة الغنن. نبدأ بالأول وهو إيه؟ النون والميم المشددتان. أنا أحبكم كمدرسين يعني أن تبدأوا مع الصغار بهذا، لأنه موجود في سورة من الجنة سورة الناس. انتبهتوا؟ وقاعدة بسيطة سهلة جدا، تقول للأولاد: كل نون أو ميم عليها شدة نطول صوتها، بس لا تكثروا كلام. الصغار لا تكثروا معهم الكلام، كلموهم كلام قليل حتى يفهموا وحتى يحفظوا. كل نون عليها شدة، كل ميم عليها شدة نطولها، بس. انتبهتوا؟ قل أعوذ برب الناس، صعبة. من الجنة والناس، حمالة الحطب، وانتهى الموضوع. نرى على اللوحة: يجب على القارئ عند النطق بنون أو ميم مشددتين تطويل الغنة فيهما أكمل ما تكون. كلمة أكمل ما تكون سيأتي معنا توضيح لها إن شاء الله. وصلا ووقفا، نحو من الجنة والناس. قولوا بصوت واحد: من الجنة والناس. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. حمالة الحطب، حمالة الحطب. في اليم ولا تخافي، في اليم ولا تخافي. ولا تنامي، ولا تنامي.
لا، هي ليست آية، لكن أنا رأيت شخصا نائما فخرجت معي هذه العبارة يعني. أحكام الميم الساكنة. لما يأتي في الكلام ميم ساكنة، كم احتمال ممكن يأتي بعدها؟ 28 احتمال. 28 احتمال، كل الحروف ما عدا الألف. أليست الحروف 29؟ الألف مستحيل أن تأتي، لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة. فبقي 28 احتمال. الميم الساكنة إن جاء بعدها ميم متحركة وجب الإدغام، وتحدثنا عن ذلك بالأمس. قلنا إذا التقى حرف، لما تكلمنا عن الكيسين، الكيسين، إذا قلنا الأول والثاني مثل بعض وجب الإدغام. انتبهتوا؟ إذا أتى بعد الميم الساكنة ميم مثلها، مثل لكم ما كسبتم، يجب الإدغام. طيب إذا أتى بعد الميم الساكنة باء، هنا يجب الإخفاء، لا هو إظهار ولا هو إدغام، وما عدا ذلك إظهار. صعبة. إذا أتى بعد الميم الساكنة ميم، ما الحكم؟ إدغام. بعد الميم الساكنة باء، ما الحكم؟ إخفاء. ما عدا ذلك ما في أسهل من ذلك. الحكم الأول الإدغام. تقدم تعريف الإدغام لغة واصطلاحا صفحة كذا. تدغم الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الميم مع تطويل الغنة أكمل ما تكون، نحو لكم ما، لكم ما، ما لهم من الله، ما لهم من الله. الصغار يعني عندي من التجربة، ثم وجدت ذلك في الكتب عن الإمام حمزة. إذا نطقت أمام الصغار الحكم صحيح يأتون بربعه أو خمسه، فتضطر أنت كأستاذ أن تطول زيادة حتى يأتوا هم بالمقدار المطلوب. من 42 سنة إلى الوراء كنت أدرب بعض الأساتذة كيف يعلمون في مدينة جدة يعني، فأدرب طلابه أمامه، فأقول للصغار عما يتساءلون، فيقولون عما يتساءلون. يا ابني انتبه، عما يتساءلون، فيقولون عما يتساءلون. مرة، مرتين، 5، ما في فائدة. طيب، عما يتساءلون، فيقول الصغار عما يتساءلون، فيأتون بالمقدار المطلوب. يعني أنا آتي بالمقدار المطلوب مرتين 3 زيادة حتى هم يأتوا بالمقدار المطلوب. وجدت شيئا من هذا للإمام حمزة، قال إنما أزيد على الغلام ليأتي بالمعني. فرحت بها جدا هذه العبارة، إنما أزيد على الغلام. ليه؟ ليأتي بالمعني، يعني بالمقدار المعني، بالمقدار المعني، لأن لغة العرب يا أيام الدين مبنية على الحذف. ليأتي بالمعني يعني بالمقدار المعني. انتبهتوا كيف؟ فقد يضطر الأستاذ أحيانا أن يزيد ليأتي الطلاب بالمقدار المطلوب. هذا في التعليم يعني ما فيه شيء طبعا. انتبهتوا كيف؟ الحكم الثاني الإخفاء. الإخفاء في اللغة الستر. بيقول أخفيت كذا. شو يعني أخفيت كذا؟ سترته. اصطلاحا هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام. سيأتي تفصيل هذا الكلام، سيأتي تفصيله.
عار عن التشديد، يعني ليس فيه تشديد، ليس فيه إدخال الحرف الأول في الحرف الثاني، مع بقاء الغنة فين؟ في الحرف الأول. نشرح. انظروا، هذه اللوحة يعني مليئة بالعلم، هذه اللوحة مليئة بالعلم. نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، هذه أول ملاحظة. عار عن التشديد، هذه ثاني ملاحظة، مع بقاء الغنة في الحرف الأول، هذه ثالث ملاحظة. نرى. فمعنى بصفة بين الإظهار والإدغام أي فيه شبه بالإظهار وشبه بالإدغام، كما فيه مخالفة لهما، والجدول الذي في صفحة كذا يبين ذلك، سيأتي معنا. عرفتوا لما أقول أنا فلان بين كذا وبين كذا، يعني مثلا اللون الكريم أو البيج، شو بيسموا اللون البيج؟ بيجو، يعني لا هو أبيض ولا هو أسود، انتبهتوا؟ بين البياض والسواد. هذا نطق بحرف بين الإظهار والإدغام، يعني يشبه الإظهار ويخالفه، ويشبه الإدغام ويخالفه. سيأتي تفصيل هذا الكلام. فمعنى بصفة بين الإظهار والإدغام شرع. ومعنى عار عن التشديد أي يبقى صوت الحرف المخفى مستقلا عن صوت الحرف المخفى عنده. لما نقول ترميهم بي، هم إلى هنا نطقت ماذا؟ ميم. بي نطقت ماذا؟ باء. هل اختلط صوت الميم بصوت الباء؟ لا. انتبهتوا كيف؟ مع بقاء الغنة وين؟ في الحرف الأول، عار عن التشديد. ومعنى مع بقاء الغنة في الحرف الأول أي يبقى صوت الغنة مع الحرف المخفى. لما نقول ترميهم، في غنة ولا ما في؟ في. بي عند الباء في غنة؟ ما في. هذا معناه بقاء الغنة وين؟ في الحرف الأول. ومعنى مع بقاء الغنة في الحرف الأول أي يبقى صوت الغنة مع الحرف المخفى اللي هو الميم يعني، ولا يكون مع صوت الحرف المخفى عنده اللي هو الباء يعني. نعم. نرى أيضا على اللوحة شكل الشفتين عند نطق الميم المخفى هكذا، ويكون بانطباقهما على بعضهما دون مجافاة، هذه مجافاة، أو كز. شو الكز يعني؟ الضغط الزائد، لا ضغط زائد ولا مباعدة. ترميهم بهم بي. انتبهتوا كيف؟ نعم. الحكم الثالث الإظهار. الإظهار لغة البيان. أظهر فلان، شو يعني أظهر؟ بين. واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. لاحظوا أنني قلت من غير زيادة في الغنة، بعض المصنفين بيكتبوا من غير غنة، هم يعنون من غير غنة طويلة، لكن أنا لا يهمني ما يعنون، يهمني العبارة. كلمة من غير غنة مو صحيحة، على هكذا بحسب الظاهر مو صحيح، لأنه في غنة. يعني لما نقول مثلا عليهم ولا، غير المغضوب عليهم ولا، هم فيها غنة ولا ما فيها؟ فيها. فلا تقل من غير غنة، قل من غير زيادة في الغنة، يعني من غير غنة زائدة مطولة. إذن إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. تظهر الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف من حروف الهجاء إلا الميم والباء. صعبة؟ نحو هم فيها، قولوا ورائي هم فيها. هم فيها. لما تقول هم، انظروا، هم باللطف تنتقل من شفتين منطبقتين إلى وضع الأسنان العليا على باطن الشفة السفلى. انظروا هم، هم في، هم في، هم في، هم في، من غير تكلف. قولوا لشوف هم فيها.
مرة ثانية. هم فيها. بعض إخواننا المبتدئين بيقول لك هم فيها، هم فيها، ما يصير. هم هذه قلقلة. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هنا الميم الساكنة في أم جاء بعدها لام. تنذرهم لا، ميم ساكنة، ماذا جاء بعدها؟ أيضا لام. قولوا ورائي بصوت واحد: أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تنبيه: ليحذر القارئ من إخفاء الميم إذا أتى بعدها واو أو فاء. ليه؟ لأن الميم من الشفتين. أم قولوا أم والواو من الشفتين. أو الميم من الشفتين والفاء من باطن الشفة السفلى. أف أف. انتبهتوا؟ فنسمع أحيانا من بعض إخواننا هم فيها، هم فيها. لذلك نبه علماؤنا فقالوا ماذا؟ لا، احذر عند الواو وعند الفاء أن تختفي الميم. قال إمامنا الجزري: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. انتبهتوا كيف؟ احذر أن تختفي، بس تحذير فقط. بعض إخواننا المعاصرين بالتأليف بيقول لك: وتكون أشد إظهارا عند الواو والفاء. يا حبيبي يا عيوني، ما في شيء في الأحكام اسمه إظهار وأشد إظهار. الإظهار إظهار. انتبهتوا كيف؟ فيعني لذلك يعني بعض الناس يمسك القلم ليؤلف وهو ليس أهلا للتعليم، ليس أهلا ما زال ضحل المعلومات، ما زال ضعيفا في اللغة، ضعيف في الأحكام، ضعيف في القدرة على التعبير. أشد إظهارا؟ ما في شيء اسمه أشد إظهارا. الإظهار إظهار. انتبهتوا كيف؟ ولكن انتبه عند الواو، تنبيه فقط، مجرد تنبيه. انتبهتوا كيف؟ نعم. نحو أيديهم وما خلفهم ولا هم فيها. وذلك ليه؟ لاتحاد مخرج الميم مع الواو وقربه من الفاء. انتبهتوا كيف؟ نعم. أقرأ وتقرؤون خلفي بصوت واحد: أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون. أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون. هم فيها. صعبة؟ الخلاصة: إذا جاء بعد الميم الساكنة ميم إدغام، بعد الميم الساكنة باء إخفاء، ما عدا ذلك بس. أيوة، هذا بدكم تنتبهوا هذه اللوحة لأنها ستفيدنا أيضا في أحكام النون الساكنة والتنوين. الفرق بين الإظهار والإدغام، بين الإظهار والإخفاء والإدغام. قلنا على الإخفاء إنه حالة بين الإظهار وبين مين؟ الإدغام. وقلت لكم منذ قليل الإخفاء فيه شبه بالإظهار وفيه مخالفة، وفيه شبه بالإدغام وفيه مخالفة. انظروا إلى هذا. في الإظهار الحرفان المتجاوران في الإظهار كيف يخرجان؟ بارتفاعتين، ارتفاع عن الحرف الأول وارتفاع عن الحرف الثاني. لكن في الإخفاء والإدغام بارتفاعة واحدة. لما ندغم الميم مع الميم نقول لكم ما، لكم، هي أطبقنا على الميم الأولى، ما فتحنا على الميم الثانية. كم مرة فعلت هذا؟ مرة واحدة. لكم ما. وفي الإخفاء كذلك، ترميهم ب. فهذا شبه بين الإخفاء وبين مين؟ والإدغام. لذلك وضعتهما باللون الأحمر. طيب، لما أقول أنا مثلا عليهم ولا، هم ولا، الميم الساكنة والواو، صوت الأول ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ظاهر الميم يعني.
طب في الإخفاء لما أقول ترميهم، هم أليست هذه ميم؟ صوتها ظاهر ولا مو ظاهر؟ هذا وجه الشبه بين الإظهار والإخفاء. أما وجه المخالفة فهو أنه في الإدغام الحرف الأول يتحول إلى الثاني، في الإدغام الحرف الأول يتحول إلى الثاني. من استوعب هذا الجدول فهم الإظهار والإخفاء والإدغام وأدرك معانيها. فائدة: علامة إدغام النون الساكنة الميم الساكنة في ضبط المصحف تجريدها من السكون وتشديد الحرف التالي. نحو انظروا لكم ما، لو فتحنا المصحف نجد الميم في لكم ليس عليها سكون، والميم في ما عليها شدة وفتحة. انتبهتم؟ لكم ما، هنا ما لهم من الله، الميم في ما لهم ليس عليها سكون والميم من عليها شدة. انتبهتوا كيف؟ نعم. علامة إخفاء الميم الساكنة، علامة إخفاء الميم الساكنة في ضبط المصحف تجريدها من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي. ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين. انظروا إلى الميم هنا، هل عليها سكون؟ لا. طب بحجارة هل عليها شدة؟ لا، لأنه ما في إدغام، الشدة معناها إدغام. انتبهتوا؟ ما في إدغام في الإخفاء. كذلك الأمر هنا، وما هم، هل على الميم سكون؟ ما في. هل على الباء شدة؟ لا. واضح؟ بينما علامة إظهار الميم الساكنة في ضبط المصحف وضع رأس الخاء من غير نقطة، هكذا شكله فوق الميم. نحو هم فيها، أرأيتم السكون؟ أم لم تنذرهم لا يؤمنون. انظروا، سكون سكون سكون، سكون فوق أم، سكون فوق لم، سكون فوق تنذرهم، ثلاث سكونات. واضح يا إخوة؟ أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق الميم الساكنة: واحد، إطالة زمن الغنة زيادة عن المطلوب عند إظهارها. نحو صراط الذين أنعمت عليهم، يقول أنعمت، يا أخي لماذا أنعم؟ لماذا أنعمت عليهم؟ قولوا ورائي بصوت واحد، أنعم، اصبروا، أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، ولا نزيد، ولا نزيد. الآن الخطأ الثاني عكسه، تقصير زمن الغنة عند إدغامها أو إخفائها. مثلا بقول لكم ما، لكم ما. طب يا أخي فين الزمن؟ عليه أن يقول إيه؟ لكم ما. انتبهتوا؟ فإذا هم بالساهرة. انتبهتوا؟ يلا قولوا ورائي بصوت واحد، لكم ما، لكم ما هم بالساهرة، هم بالساهرة. من جملة الأخطاء ترك فرجة بين الشفتين عند إخفائها، وهو أمر محدث. هذا أمر لا حول ولا قوة إلا بالله، ظهر يعني تقريبا 1965، سنة 1965 تقريبا، لا تحديدا. ظهر من أحد الشيوخ في مصر رحمه الله ونشره، وكان ذا سطوة وكان ذا منصب وكان ذا شخصية وطلابه كثيرون، وجلس للتعليم فكثر طلابه، وكان مسؤول عن التسجيلات الإذاعة المصرية. فلما أراد أصحاب الأصوات الجميلة طلب منهم أن يسجلوا ختمات، أجبرهم جميعا على ترك فرجة بين الشفتين، أجبرهم. هذا كلام عبد الباسط عبد الصمد. قال إحنا ما أريناش بالعامية المصرية، قال إحنا ما أريناش كده في الصعيد، لكن لما جينا نسجل فلان المسؤول يعني عن التسجيل قال مش حوقع
إلا إذا قرأتم كما أريد. فقلنا بالمصرية العامية عايزها ازاي يا مولانا؟ فقال لهم هكذا، فتدربوا عليها وأجبرهم كلهم، محمود خليل الحصري، عبد الباسط عبد الصمد، محمود علي البنا، مصطفى اسماعيل المنشاوي، هؤلاء الخمسة أجبرهم على ذلك. وظهرت الآن بوجود اليوتيوب تسجيلات لهؤلاء المشاهير قبل أن يجبرهم ذلك العالم، فيديو، تسجيلات فيديو تجدونها على اليوتيوب، يطبقون الشفتين، يقولون مثلا إيش؟ عذاب أليم بما، أليم بما، وإن تكفروا فإنه فسوق بكم. واضحة مثل عين الشمس، لأنه صوته صورة. انتبهتوا كيف؟ مو صوت، هذا يقول أطبق وهذا يقول ما أطبق. انتبهتوا كيف؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. دائما لما ينفرد عالم تحدث مصيبة، عرفتوا؟ ونصيحة لكم من أخيكم، إذا وجدتم العلماء يمشون كلهم هكذا وواحد يمشي هكذا، امشوا مع مين؟ مع الجمهور. قال عليه الصلاة والسلام: وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. في النار يعني مو النار جهنم، لا إن شاء الله، لا، الله يغفر له ويرحمه، الله يغفر له ويرحمه، الله يغفر له ويرحمه، الله يجزيه الخير. هو ما أراد شرا، لكنه اجتهد وأخطأ في هذا الاجتهاد وترتب عليه ضرر بالغ، ضرر بالغ. عرفتوا كيف؟ ما يصح هذا العمل. ليه؟ لماذا أقول ترميها؟ ليه؟ فهمني ليه؟ ترميهم آخرها ماذا؟ ترميهم، يعني ترميهم بحجارة، سأبعد الميم عن الباء، سأبعد الميم عن الباء. ترميهم، ما آخرها؟ شفتان منطبقتان. بحجارة، أولها شفتان منطبقتان، هذه آخرها شفتان منطبقتان، وهذه أولها شفتان منطبقتان. قربناهم من بعض. من أين تأتي؟ هذا من أين يأتي؟ لا معنى له. والأصل في الأحكام الإظهار. احفظوا هذه القواعد التي أقولها. الأصل في الأحكام الإظهار. اكتبوها حتى أتابع. الأصل في الأحكام الإظهار. الآن تتمة العبارة: كل عدول، طبعا هي بالفصيح، كل عدول عن الإظهار، عدل عن الشيء يعني تركه وذهب إلى غيره، هي معنات عدل عن الشيء. كل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. عرفت شو العدول؟ يعني انتقال. كل انتقال من الإظهار إلى غيره انتقال إلى الأسهل. بالله عليكم أيهما أسهل؟ ترميهم بحجارة ولا ترميهم بحجارة؟ بالله عليكم حكموا ضمائركم، اتركوا الخلاف. بس أنتم بالفطرة هناك طيب اسمه عنبر يستخرج من الحوت. لو أشممته لإنسان قلت له ما هذا؟ بيقول لك هذا عنبر. يقولها بالميم بالفطرة، هي عنبر، هي نون عين نون باء راء، لكن ما أحد يقول عنبر. ماذا يقولون؟ عنبر. بالفطرة بدون تجويد بدون. فآتي أنا أقول عنبر. ليه؟ ليش هذا العذاب؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هل له سند؟ ما له سند، ما له سند، لكن انتشر لشهرة ذلك العالم رحمه الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا من الأخطاء ترك فرجة بين الشفتين عند إخفائها، وهو أمر محدث. نحو ترميهم، الصواب ترميهم بحجارة، الخطأ ترميها هكذا، الشفتان بعيدتان عن بعضهما، ما يصح. طيب الخطأ الرابع إخفاؤها عند الواو أو الفاء. نحو
عليهم ولا الضالين، عليهم ولا، لا يصح. هم فيها، لا يصح. ماذا يجب أن يقول؟ عليهم ولا هم فيها، كما تدربنا عليها منذ قليل. نأخذ فاصلا ثم ندخل إلى أحكام النون الساكنة والتنوين. قلنا منذ قليل إن الذي يجعل للميم الساكنة وللنون الساكنة أحكاما هو وجود الغنة فيهما. وذكرنا بأن الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام: إظهار وإدغام وإخفاء، أو إدغام وإخفاء وإظهار إذا أحببنا الترتيب. طيب، النون الساكنة والتنوين، ما هو التنوين؟ ولماذا كلما ذكرت النون الساكنة ذكر التنوين؟ لماذا؟ التنوين هو نون ساكنة، التنوين هو نون ساكنة. العرب تجعلها في آخر بعض الأسماء، في آخر الأسماء، علامة أنها نكرة. قلنا منذ قليل إن المعرفة 7 أنواع، منها لام التعريف. لكن بدون لما نقول مثلا بالتعريف نقول الرجل، الكتاب، لكن بدون اللام نقول كتاب، ونقول كتاب، كتابا، كتاب، إما مرفوع أو منصوب أو مجرور. علامة التنكير ضد التعريف، تعريف تنكير. انتبهتوا كيف؟ نكرة أي كتاب. هذا التنوين تجعله العرب في آخر الكلمة، في آخر الأسماء، ليس الكلمة، لأن كلمة واسعة تشمل الاسم والفعل والحرف. آخر الأسماء نون ساكنة يجعلونها في الوصل. أين؟ في الوصل. في الوقف يحذفونها. انتبهتوا كيف؟ ولا يعوضون عنها شيئا في الرفع والجر. هذا بيت يقفون عليها، هذا بيت. انتبهتوا؟ مررت ببيت يقفون عليها، مررت ببيت. أما إذا منصوبة فيعوضون عن التنوين بألف، فيقولون رأيت بيتا، وكان الله عليما حكيما، أصلها حكيما. انتبهتوا كيف؟ هذا هو التنوين. فالتنوين في حقيقته ما هو؟ نون ساكنة، هو نون ساكنة. لكن الفرق بينهما النون تكتب، التنوين لا يكتب. النون تثبت وصلا ووقفا وتكون في وسط الكلمة، التنوين يثبت وصلا ويحذف وقفا ولا يكون في وسط الكلمة. فين يكون؟ في آخر الكلمة. انتبهتوا كيف؟ نعم. التنوين دور على اللوحة، هو نون ساكنة تلحقها العرب آخر الأسماء. شايفين لما قلنا الأسماء من الذي خرج الأفعال وخرج الحروف. آخر الأسماء لفظا لا خطا، لفظا لا خطا، في الخط مو موجود. ووصلا لا وقفا، في الوصل موجود، في الوقف غير موجود. وعلامته في الخط ما هو؟ مضاعفة الحركة. بيكون عندك فتحة بتحط فتحة ثانية، شو بصير؟ تنوين. يكون عندك ضمة تضع ضمة ثانية، شو بصير؟ تنوين. انتبهتوا كيف؟ عندك كسرة تضع كسرة ثانية، شو صار؟ تنوين. نرى على اللوحة بيت. انتبهتوا؟ الضمة الأولى علامة مين؟ الضم. الضمة الثانية علامة مين؟ تنوين التي بالأحمر. بيت، الكسرة الأولى علامة الكسر الجر يعني، الثانية علامة التنوين. بيتا، الأولى علامة فتح التاء، الثانية علامة مين؟ التنوين. وقيسوا عليها. صعبة؟ تنبيه:
لا يتحرك الحرف الواحد بأكثر من حركة في الوقت ذاته. ما بصير الحرف إذا مفتوح خلص مفتوح، ما في مفتوح ومضموم، إلا إذا الحركة مركبة، هذا بحث آخر في القراءات. وما نراه من وجود حركتين فوق أحد الحروف فإن الحركة الأولى منهما هي حركة الحرف، والثانية دلالة على تنوينه. واضح؟ فعليما هي عليما، حقيقتها هكذا، هذا حقيقتها. ورحيم هي رحيم، وبيت هي ايه؟ بيت. انتبهنا كيف؟ وضع النون الساكنة والتنوين مع حروف الهجاء. أذكركم بما كتبناه منذ قليل. الأصل في التقاء الحروف الإظهار، هذا الأصل. كل عدول يعني كل انتقال عن الإظهار إلى غيره من الأحكام، إدغام، إخفاء، قلب، عدول إلى الأسهل. لا يصح أن نترك الأسهل ونذهب إلى مين؟ الأصعب. الأمر الثاني، الآن انتبهوا، أرجو أن تنتبهوا. قرب المخارج موجب للإدغام. قرب المخارج موجب للإدغام. يعني قل ربي، لما نقول قل ربي، قر، لم نقل قل ربي، قولوا قل ربي، قل ربي، قل ربي. بالله عليكم أيهما أسهل؟ الثانية. كل عدول عن الإظهار اللي هو قل ربي إلى غيره عدول إلى الأسهل. هذه بالفطرة كانت العرب تفعلها بدون ما يعلمهم أحد، لا جبريل ولا غيره. انتبهتوا كيف؟ هكذا يتكلمون. إذن قرب المخارج موجب لمين؟ للإدغام. بعد المخارج موجب لمين؟ للإظهار. عدم القرب وعدم البعد موجب لمين؟ للإخفاء. بس نعيد. قرب المخارج موجب لمين؟ الإدغام. بعد المخارج موجب للإظهار. عدم القرب وعدم البعد موجب لمين؟ للإخفاء. انتبهتوا كيف؟ لا. كل الكلام الذي سيأتي معنا مبني على هذه العبارات التي ذكرتها لكم الآن. الحكم الأول الإظهار. تقدم تعريف الإظهار لغة واصطلاحا. تظهر النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدهما حرف من حروف الحلق الستة. ليه؟ للبعد. ألم نقل بعد المخارج موجب للإظهار؟ النون من هنا، من طرف اللسان، أن، وحروف الحلق من الحلق، طرف اللسان والحلق بعيد. انتبهتوا كيف؟ فالهمزة مثل من آمن مثلا، الهاء مثل إيش؟ من هاد. العين مثل إيش؟ أنعمت. الحاء مثل إيش؟ عليم حكيم. الغين مثل إيش؟ فسينغضون إليك رؤوسهم. الخاء مثل إيش؟ عليم خبير. نرى على اللوحة أمثلة على إظهار النون الساكنة والتنوين. الهمزة من آمن، قولوا ورائي، من آمن. التنوين كفار أثيم. الهاء من هاد. التنوين قوم، ولكل قوم هاد. العين أنعمت عليهم. التنوين سميع عليم. الحاء وانحر. التنوين عليم حكيم. الغين فسينغضون. ماء غدقا. الخاء من خير.
خير كرة خاسرة. كرة خاسرة. صعبة. علامة إظهار النون الساكنة، عفوا علامة إظهار التنوين، في النون الساكنة. ايه علامة إظهار النون الساكنة ما هي؟ وضع رأس الخاء. انظروا، من آمن، شفتوا رأس الخاء؟ من آمن. من هاد. علامة التنوين. أيوة. طيب، سيأتي معنا الآن أمر انتبهوا إليه، يعني هذا الله يرضى عن علمائنا القدامى، الله يرضى عنهم، الله يجزيهم عننا الخير. قالوا نعبر عن الإظهار في التنوين بأن نركب الحركة على الحركة، يعني فتحة فوق فتحة تماما، فوقها تمام، ضمة فوقها نون مقلوبة، هذه إيش؟ راكبها فوقها، كسرة فوقها كسرة، هذا بسموه الحركتين المتراكبتين، يعني إحداهما تركب على الأخرى، هذا علامة الإظهار. أما إذا كانت الحركة هكذا، انظروا يدي هكذا، بسموهم متتابعتين. متتابعتين، إذا كانت الحركتان متتابعتين هذا دليل إما الإدغام أو الإخفاء. علامة إظهار التنوين تراكب. شو يعني تراكب؟ يعني تركب إحداهما على الأخرى، تراكب الحركتين، حركة الحرف والحركة الدالة على التنوين، هكذا. انظروا، هذه ضمة وفوقها إيه؟ نون مقلوبة، نون مقلوبة، رأيتموها؟ سيأتي معنا، سيأتي لها شرح في المستقبل إن شاء الله في الكتاب يعني. انظروا، هاتان الفتحتان كيف إحداهما تركب فوق الأخرى تماما، هاتان الكسرتان تركب إحداهما فوق الأخرى تماما. وهذه الأمثلة: عليم، حكيم. انظروا، هذه نون مقلوبة فوق الضمة، هذه فتحتان متراكبتان، هذه كسرتان متراكبتان. صعبة. الحكم الثاني الإدغام. مر معنا تعريف الإدغام وقلنا بأنه في اللغة الإدخال، وعند المجودين إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني، يرتفع عنهما المخرج ارتفاع واحدة. ما الذي دعا إلى الإدغام؟ سهولة النطق. قولوا لشوف، من يعمل، قولوا بالإظهار، من يعمل، من يعمل، من يعمل، من يعمل، من يعمل، من يعمل. أيهما أسهل؟ الثانية. ليه؟ لأننا ذهبنا من الميم إلى الياء على طول، بينما في الأولى ذهبنا من الميم إلى النون إلى الياء، ميم نون ياء، أما هنا ميم ياء. انتبهتم؟ تدغم النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدهما حرف من أحرف يرملون. يرملون يعني يمشون بسرعة، مثل الرمل في شو اسمه هذا؟ السعي. وهو قسمان. من هو القسمان؟ الإدغام، إدغام بغنة وإدغام بلا غنة، هذا هو المشهور في النقل. في أشياء غير هذا المكتوب مشهورة، يعني أقل شهرة بالأحرى، وعن قراء عديدين ليس هذا مكان شرحها. نحن بالنسبة لنا رواية حفص يكفينا هذا، ولا نشرح للطلاب أكثر من هذا، لا نشوشهم ولا نخوفهم. لا تخرجوا يا أساتذة كل علمكم أمام الطلاب المبتدئين، أخرجوا لهم المعلومة التي يحتاجونها. كونوا مثل الصيدلي، الصيدلاني، تعرفون الصيدلاني؟ فرماسية ده، لما تذهب إليه هل يعطيك كل الأدوية التي عنده؟ يعطيك الدواء الذي يناسبك. عندك صداع يعطيك دواء للصداع، بطنك يؤلمك يعطيك دواء للبطن، لا يعطيك 20 دواء. فلا تعطوا الطلاب معلومات أكثر من حاجتهم. عرفتوا كيف؟ ليه؟ لأنه هذا يشوش. أخي أنت معنا بالدرس ولا تشتغل بالجوال؟ ما أفهم، ماذا تفعل؟ هذا الكتاب؟ كتاب، أي أنت تنظر في اللوحات.
أنا ظننت فيك ظن السوء، لأني ظننتك يعني نحن في وادي وأنت في وادي، وإذا بك في نفس الوادي. بينما اللام والراء ندغم على طول. مثلا نقول من ربكم من را، ولا نقول من. طب نقول بالإظهار مع بعض: من ربكم من ربكم من ربكم من ربكم من ربكم. من ربكم. هل لاحظتم أنه أسهل؟ بالأول ذهبنا ميم نون راء، في الثاني ذهبنا ميم راء. هل عرفتم لماذا الإدغام أخف وأنه عدول إلى الأسهل؟ ها؟ هذه أمثلة بارك الله فيكم للإدغام بغنة. فقولوا ورائي بصوت واحد: فمن يعمل هذا النون التنوين خيرا يره من ولي شيء، يعني على كل شيء، على كل شيء وكيل. على كل شيء وكيل. هنا أيها الإخوة بعض إخواننا المبتدئين يقولون مثلا فمن يعمل، فمن يلفظون ماذا؟ يا. طب فين الغنة يا أخي؟ هذا إدغام بغنة. عليك أن تنطق صوتين معا في آن واحد. الصوت الأول من الفم يا، والصوت الثاني من الأنف غنة مع بعض، يبدأان مع بعض وينتهيان مع بعض. فمن السامع يسمع الياء ويسمع مين؟ الغنة. مرة ثانية: فمن يعمل الخطأ فمن يعمل وبضدها تتميز الأشياء. طيب الآن نقول الصواب: من ولي. الخطأ: من ولي. هل لاحظتم؟ بارك الله فيكم. الميم: من مال خير من. النون مع النون: ولن نشرك شيء نكر. الآن أمثلة على مين؟ على الإدغام بغير غنة، يعني نون بعدها لام والنون بعدها راء. طيب من لدنه، من لدنه نقولها من لدنه. فتنة لهم من ربك غفور رحيم. صعبة. الفرق بين الإدغام بغنة والإدغام بدون غنة: لما نقول مثلا فمن يعمل، فمن، النون قلنا سابقا إنها جزءان أو نصفان، نصف لساني ونصف خيشومي. عندما يأتي بعدها ياء مثل فمن يعمل، الذي يتحول إلى ياء هو النصف اللساني فقط، والجزء الخيشومي يبقى بل ونطوله. فلما نقول فمن النصف اللساني من النون تحول لياء، والنصف الخيشومي بقي، الغنة موجودة. فمن بل طولناها. عرفتوا كيف؟ فمن يعمل، هذا ما يحدث في الإدغام بغنة. الإدغام بلا غنة مثلا من ربكم، الذي يتحول إلى راء النصفين كلاهما. انتبهتوا؟ كلا النصفين يتحول مر.
ما بقي من النون شيء. من لدنه، مل كلا النصفين في النون تحول لمين؟ لذلك اسمه إدغام كامل. انتبهتوا كيف؟ نرى على اللوحة آلية الإدغام بغنة. سبق في بحث مخارج الحروف أن النون نصفان، نصف لساني مكمل ونصف خيشومي مكمل. فعند الإدغام بغنة، انتبهوا هذا الشرط، يتحول النصف اللساني إلى مخرج الحرف الآتي بعد النون، ويبقى صوت الغنة ظاهرا مطولا. لونتها بالأحمر حتى تنتبهوا. ويبقى صوت الغنة ظاهرا، هذه أول صفة، مطولا هذه ثاني صفة، مصاحبا لنطق الحرف المدغم بس. فإذا وصل القارئ إلى نطق الحرف المدغم فيه انقطع صوت الغنة. يعني أنا لما أقول الآن الغنة مصاحبة للياء، لكن لما أقول يعمل يا هنا ينقطع عمل الخيشوم، وأنطق ياء صافية يا. ما أقول يا ما في يا. انتبهتوا؟ هذه في الياء الأولى. فمن يا من و، هذه و يجب أن تكون صافية. وضح؟ هذه توضح أكثر وأكثر. فمن، انظروا الغنة تكون هنا في المنطقة الحمراء. فمن يا، هذه الياء لا غنة فيها. هنا خير مي، هذه بعدها، هذه غنة الميم، هذه الميم المكسورة ليست غنة هذه. انتبهتوا كيف؟ قولوا ورائي بصوت واحد. فمن يعمل خير من ولي. هذه أيضا لزيادة التوضيح. بالإدغام بغنة قسمنا النون إلى قسمين، جزء لساني وجزء مين؟ خيشومي. في الإدغام بغنة الجزء اللساني مدغم، بينما الغنة مظهرة مطولة. الإدغام بلا غنة كلا الجزئين مدغم، الجزء اللساني مدغم والجزء الخيشومي مدغم. مرة. انتبهتوا؟ نفس المعلومة أعدناها بعدة لوحات حتى يعني إن لم ينتبه الطالب من هذه ينتبه بهذه. هذا الكتاب أخذ مني 7 سنوات ونصف. لا تظنوا بأنه حدث في يوم وليلة. لا تدرون سهر الليالي، لا تدرون الصعوبات، لا تدرون الأوقات التي صرفت والأموال التي صرفت. ما حدث هذا هكذا. فالحمد لله أنني بعد 7 سنوات ونصف أخرجت للأمة كتابا يعني لو لم أجد فيه زيادة فائدة على الكتب الموجودة في المكتبة لما ألفته أصلا. تنبيه، هذه انتبهوا لها. نحن قلنا بأنه إذا جاء نون ساكنة بعدها واو إدغام، نون ساكنة بعدها ياء إدغام. هل لهذا الكلام استثناء؟ لا تدغم النون الساكنة في الواو أو الياء إذا اجتمعا في كلمة واحدة. يجب أن تكون النون في كلمة والياء والواو في كلمة، النون في كلمة والياء في كلمة. فمن يعمل من ولي، لكن لو جاءوا في كلمة واحدة لا إدغام. يعني لا نقول الدنيا بل نقول إيش؟ الدنيا. لا نقول صنوان بل نقول صنوان مظهرة، كما قال إمامنا الجزري إلا بكلمة كدنيا عنون. إلا، هذه إلا للاستثناء، إلا بكلمة كدنيا عنون. ثانيا، لا يدغم حفص عن عاصم من طريق الشاطبية النون في الواو حالة الوصل من كلمتي ياسين، لأنه ياسين ما آخر حرفين؟ نون.
والقرآن، ولا كمان نون والقلم. انتبهتوا؟ سألفظ ثم اقرأوا ورائي بصوت واحد. ياسين والقرآن. ياسين والقرآن. يجب أن تظهر النون. ياسين والقرآن. ياسين والقرآن. نون والقلم. نون والقلم. عندما أقرأ القرآن هل يجب أن أصلهما؟ لا، لا. وقف على ياسين يا أخي، قول ياسين وتنفس ثم قل والقرآن الحكيم. قول نون، وقف ثم قل والقلم. لكن إن وصلت صلها بالإظهار. لكن إن وقفت وقف يا أخي، ما أحد يمنعك. لذلك قلنا في حالة الوصل، شفتوها هذه حالة الوصل، بس حالة الوصل. أما لو وقف يوقف. علامة الإدغام الكامل للنون الساكنة. علامة الإدغام الكامل للنون الساكنة في حروف النون والميم واللام والراء تجريد النون مع تشديد الحرف التالي. انظروا ولن نشرك، النون عليها شيء؟ لا، النون هذه عليها شدة. من مال، النون هذه عليها شيء؟ عليها سكون. من ما عليها، بينما الميم هذه عليها شدة. من مال، من لدنه نفس الموضوع، ليس على النون شيء ولا ما عليها شدة. من ربك، النون ليس عليها سكون والراء عليها شدة. علامة الإدغام الكامل للتنوين ما هو؟ تتابع التنوين بدل تراكب. تتذكروا بالإظهار قلنا تراكب، هنا تتابع. يعني إلى جواره. انتبهتوا كيف؟ شوفوا، انظروا شيء نقول. انظروا كيف أن الحركة هذه السفلى ليست فوق العليا تماما، وإنما مائلة قليلا عنها، بسموه تتابع. تتابع. شفتوا كلمة تتابع؟ فهنا الضمتان ليستا فوق بعضهما، الفتحتان ليستا فوق بعضهما، الكسرتان ليستا فوق بعضهما. فيها انظروا الضمة مع الضمة، انظروا الضمة مع الضمة، انظروا الكسرة مع الكسرة، انظروا الفتحة مع الفتحة. هل لاحظتم؟ الإدغام الناقص مثله، لكن لا نضع شدة، بس لا نضع شدة. من ولي، النون ليس عليها سكون والواو ليس عليها شدة، هذا معناها إدغام ناقص. أيضا فمن يعمل، النون ليس عليها سكون والياء ليس عليها شدة. هذا كله تجدونه في المصاحف، افتح أي مصحف تشاء تجد هذا الكلام. كذلك التنوين تتابع من غير تشديد. التنوين الإدغام الناقص، انظروا التتابع. سينة ولا ضمة إلى جانب بعضهما، ليست فوق بعضها، وليست ضمة فوقها نون مقلوبة. هنا أيضا شيء وكيل، الكسرة السفلى بعيدة عن الأول، يعني زحل، نحن بنقول بالعامي زاحلة. هنا وجوه خيرا يرى، ليست فوقها تماما، هذه الضمة ليست فوق أختها. الحكم الثالث القلب. القلب في بعض الكتب يقولوا الإقلاب، الأصوب القلب. الأصوب أن نقول القلب، ولا نقول الإقلاب. يعني كلمة محدثة، كلمة إقلاب. أرادوا أن يخترعوا كلمة على وزن إظهار، إدغام، إخفاء، إقلاب، لكن هي إظهار، إدغام، إخفاء، قلب. انتبهتوا كيف؟ نعم. القلب لغة تحويل الشيء عن وجهه، يعني إذا قلبت الثوب لما تقلبه فتجعل الظاهر باطن والباطن ظاهر، هذا العمل شو بيسموه؟ قلب. هكذا في اللغة تحويل الشيء عن وجهه. واصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ميما مخفاة بغنة، من بعد
من، قولوا من، من بعد، لأنهما بعيدتان عن بعضهما، فإذا وصلناهما نقول من بعد أنبورك أنبئهم سميع بصير. يعني السطر الأول فيه نون ساكنة، هذه من كلمتين وهذه من كلمتين وهذه من كلمة. السطر الثاني هذا تنوين رفع، هذا تنوين نصب، هذا تنوين جر. عرفتم؟ الأمثلة منتقاة، ليست أمثلة هكذا، حتى تشمل جميع الحالات. وكما ذكرنا في أحكام الميم، شكل الشفتين عند نطق الميم المنقلبة عن النون، ويكون بانطباقهما على بعضهما دون مجافاة ولا كز. عرفتوا الكز؟ الضغط الزائد. علامة قلب النون الساكنة والتنوين، بدل ما نضع فوق النون ميم صغيرة بس. هلا انظروا إلى كلمة من بعد، ماذا فوق النون؟ ميم صغيرة. أنبورك، ماذا فوق النون؟ ميم صغيرة. أنبئهم، ماذا فوق النون؟ ميم صغيرة. صعبة. التنوين قلنا بأن التنوين نضع مع الفتحة فتحة، مع الضمة ضمة، مع الكسرة كسرة، هذا في العادة. لكن عند القلب بدل ما نضع فتحتين نضع فتحة وميم، بدل ما نضع ضمتين نضع ضمة وميم، بدل ما نضع كسرتين نضع كسرة وميم. انتبهتوا كيف؟ انظروا، سميع بصير، وضعنا ضمة، وبدل الضمة الثانية ماذا وضعنا؟ ميم. جزاء بما، هذه الفتحة للهمزة جزاء، وبدل التنوين وضعنا ماذا؟ ميم صغيرة. لسنا نحن العلماؤنا، نحن متبعون في هذا. شيء بصير، انظروا بدل الكسرة الثانية ماذا وضعنا؟ ميم صغيرة. صعبة يا أخواننا؟ نعم. الحكم الرابع الإخفاء. الحكم الرابع والأخير. إذن نلخص قبل أن نأخذ الحكم الرابع. تظهر النون الساكنة عند 6 أحرف، وتدغم عند 6 أحرف. تظهر عند حروف الحلق 6، وتدغم عند يرملون، وتقلب عند الباء. بقي 15 حرفا، بقي 15 حرفا. هذه الحروف 15 الباقية تخفى النون عندها. ما معنى تخفى؟ ينتقل المتكلم من مخرج الحرف الذي قبل النون إلى المخرج الحرف الذي بعد النون مباشرة، ولا يبقى من النون إلا غنتها. يعني أنا كنت أقول في الماضي الإنسان، إن من الهمزة للنون للسين، إنسان. انتبهتوا؟ الآن سأقول الإن، سأنتقل من الهمزة لمين؟ للسين. هل بقي من النون شيء؟ بقي. ما هو؟ الغنة. وأطولها. انتبهتم؟ فبالإظهار أقول الإنسان، وبالإخفاء أقول الإنسان. صعبة؟ لما أقول لساني يكون على مخرج السين من غير ضغط. دائما في الإخفاء لابد أن تعلموا أن هذا من غير ضغط. عرفتوا الضغط؟ تضغط عند السين، لما تصل إلى السين اضغط، سا، لكن قبلها لا تضغط. انتبهتوا؟ طب ما الذي يخرج قبل في زمن الغنة؟ ما الذي يخرج؟ يخرج صوتان، غنة من الأنف ومعها صويت هذه بوزن فعيل. العرب يصغرون على وزن فعيل، وفعيعل وفعيعيل، 3 أوزان. صويت يعني صوت صغير،
صوت ضئيل. من أين؟ من الفم. لماذا يخرج هذا الصوت؟ لأن الطريق مفتوح. الطريق مفتوح. ما الذي يمنع الصوت من أن يمر في الفم؟ ولا شيء. كان اللسان هو الذي يمنعه في الإظهار. إن. الآن اللسان على السين، لم يعد على النون. النون فوق. إن. الآن هو هنا الإنس، فالطريق ماذا؟ مفتوح، فيمر من الفم صويت. وأؤكد على كلمة صويت. ما يجيب الواحد صوت هكذا، صوت ضئيل، وأغلب الصوت من أين؟ من الأنف. إن الإنسان أنفسكم من شر. عم تفخموا الغنة، بعضكم عم يقول ميون، قولوا من شاء، لأنه الشين مو مفخمة. من أين يأتي التفخيم؟ من شاء. هلأ ممتاز. من شر. صعبة. الحكم الرابع الإخفاء. تخفى النون الساكنة والتنوين بغنة. يعني شو معنى بغنة؟ يعني مع بقاء الغنة، هي معنات بغنة. عند 15 حرفا جمعها الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله في أوائل كلمات هذا البيت. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا. أمثلة على إخفاء النون الساكنة والتنوين. الصاد. أيوة، لاحظوا شيء. لما أنا أهيئ فمي على مخرج الحرف الآتي، يعني الفم متوضئ آخذ شكل الحرف الآتي، إن كان الحرف الآتي مفخم أوتوماتيكيا الصوت سيتفخم. انتبهتوا؟ يعني بدي يقول كلمة منصورة هذه، إذا هيأت فمي على الصاد لابد أن يكون صوت الغنة مفخم. من، وليس منص، لأنني بعده سأنتقل إلى صاد. الفم مهيأ للصاد. منصو. انتبهتوا كيف؟ إيه. قولوا ورائي بصوت واحد. منصورا. بريح صرصر. الآن الذال. تنذرهم. عزيز ذو انتقام. الثاء. والأنثى. ماء ثجاجا. الكاف نغلق المخرج تماما. منكم. كراما كاتبين. الجيم. أن جاءه. عين جارية. الشين. من شيء. شيء شهيد. القاف. من قبل. شيء قدير. السين. الإنسان. رقق. الإنسان. 5 سادسهم. الدال. من دون. وكأسا
وكأسا دهاقا الطاء عن طبق كشجرة طيبة المنزلون نفسا زكية أنفسكم تبعا فهل من تفاوت حلية تلبسونها الضاد منضود قسمة ضيزى الظاء انظر قرى ظاهرة في شيء صعب؟ هذا الجدول يشبه الذي مر معنا في أحكام الميم الساكنة، مقارنة بين الإظهار و عفوا أن الإخفاء حال بين الإظهار والإدغام. في الإظهار لما أنا بقول مثلا من آمن، من أن هل الطرف اللساني موجود؟ موجود. طب الغنة موجودة ولا لا؟ موجودة. لكن لما أقول مثلا أنفسكم هل الطرف اللساني للنون موجود؟ لا. طب الغنة موجودة؟ موجودة. في الإدغام مثل إيش مثلا؟ من لدنه، ملا هل الجزء اللساني موجود؟ لا. ملا النون لم يبقى منها جزء لساني. طب غنتها كمان مو موجودة. انتبهتوا كيف؟ فالجزء اللي الإخفاء انظروا تأملوا وافهموا قول أئمتنا نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام. انظروها بعينكم. هنا اللون الأحمر موجود في الإظهار وموجود وين؟ في الإخفاء. وهنا اللون الأخضر موجود في الإخفاء وموجود في الإدغام. فالإخفاء كما ترون هنا يشبه الإدغام ويخالفه، ويشبه الإظهار ويخالفه. ما عاد في أوضح من هيك. أوضح من هذا ما أظن بقي. فافهموا هذه الجداول، افهموها واحفظوها واستوعبوها. يعني لا تجعلوا التعريفات التي ذكرها أئمتنا في وادي والقراءة في وادي. نحن نقرأ قراءة مطابقة لهذه التعريفات. إذا ما فهمناها ما الفائدة؟ يقول لك أنا دارس تجويد، طيب ما هو الإخفاء بالله؟ يذكر لك تعريف الإدغام. طيب كيف تطبيقه؟ ما شرح أستاذه، ما شرح له، ولا أستاذه شرح لأستاذه. انتبهتوا؟ مدرستنا أيها الإخوة في تعليم القرآن حكم وتطبيق. حكم يدرس وتطبيق لهذا الحكم. انتبهتوا كيف؟ لا في أسماء، ولا في عصبيات، ولا في أنا شيخي فلان، ولا في أنا أستاذي أستاذ الأساتذة، ولا في كما نسمع من بعضهم من لم يقرأ على فلان فما قرأ. هذه عنتريات. تعرفون العنتريات باللغة العربية؟ يعني شغل عنتر بن شداد، هذا يعني شغل عضلات. هذا ليس بعلم. هذا ليس بعلم. العلم قاعدة وتطبيق. دعك من الأسماء، اترك الأسماء ولا تتعصب لأحد. ادرس القاعدة وافهمها وطبقها وانتهى الموضوع. انتبهتوا كيف؟ بهذا نخرج أجيالا متساوية. عرفتوا؟ أما قلدني ترى أنا مشايخي فلان وفلان انتبهتوا؟ والنفخ هذا. طيب قلدته لكن ما فهمني. طيب مات شيخي بعد 20 سنة، أنا كيف سأقرأ؟ ما عندي ميزان. ما عندي ميزان.
انتبهتوا كيف؟ لكن لما تعلم الطالب القاعدة وتطبيقها والقاعدة وتطبيقها والقاعدة بدون ذكر أسماء لا مشايخ ولا كذا يتقن. ولو علم هو من بعده سيخرجون جيلا متقنا، والجيل اللي بعده. والله مرة سمعت في اليمن الجيل الخامس من بعدي، والله يعني فلانة قرأت على فلانة وفلانة قرأت على فلانة وفلانة قرأت على فلانة وهذه قرأت على هذه وهذه قرأت علي. والله هذه سمعتها كأنها قرأت علي تماما. ما السبب؟ ما قلت لهم قلدوني أنا شيخي اسمه فلان، وإنما علمتهم القاعدة وقلت لهم علموا من بعدكم بنفس الأسلوب، قاعدة وتطبيق، قاعدة فخرجت أجيال كلها إيه؟ متساوية وقوية. أما قلدني سيؤدي إلى أجيال كل جيل يأتي أضعف من الذي قبله، كل جيل يأتي. لماذا؟ لأنه ما شرح له شيء، ما شرح له شيء. وضح؟ فاستمسكوا بتعلم القواعد وتعليمها لطلابكم. لا تقل لطلابك قلدوني، لا تستعملوا هذا الأسلوب، وإنما قاعدة وتطبيق، قاعدة وتطبيق. المطلوب عمله عند النطق بالنون المخفاة. أنا أريد أن أخفي النون، ما المطلوب أن أفعل؟ أولا تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي بس، كما ذكرت لكم مثلا منصورة أهيئ فمي على مخرج الصاد ثانيا يصاحب ذلك غنة كاملة الطول من الخيشوم هذه. ثالثا يصاحبه أيضا صويت من الفم. ليه؟ بسبب عدم انغلاق مخرج النون بين قوسين الجزء اللساني، إلا في القاف والكاف لكمال الانغلاق عندهما. انظروا هنا، الصوت ينشأ من فين؟ كما تكلمنا عند المخارج ينشأ من الوترين، يصعد 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 يصل إلى هنا. أغلب الصوت يذهب لفين؟ إلى الخيشوم، وقليل من الصوت يذهب وين؟ من الفم. لذلك عبرنا عنه بأسهم كبيرة، وهنا عبرنا عنه بإيه؟ بأسهم صغيرة. هل أدركتم سبب ذلك؟ ما في شيء موضوع هكذا، انتبهتوا؟ كله مدروس، انتبهتوا؟ فالصوت يخرج من هنا يفترق، عند هنا يفترق، جزء يتابع عن طريق الأنف وجزء من الفم، هذا الصويت. انتبهتوا كيف؟ صوتين مع بعض. منشورة غنة من الأنف وصويت من الفم. هل هذا الصويت شين؟ لا، مو شين، ما جاء وقت الشين. شو، لما أقول شو هنا الشين ظهرت. صو، لما أقول صو هنا ظهرت الصاد. وضح؟ شكل الفم عند القاف والكاف، هذان الحرفان لبعدهما عن النون. النون من فين أيها الإخوة؟ من طرف اللسان. أن القاف والكاف من فين؟ من وراء، من الحنك اللحمي والعظمي في القاف، ومن الحنك العظمي من فين؟ من الكاف. فينغلق أقصى اللسان، هذا يغلق المخرج من قبل. انتبهتوا كيف؟ فيتحول كامل الصوت إلى عن طريق الخيشوم. أن كان أنكا. انتبهتم؟ لذلك لاحظوا في القاف والكاف ليس هناك شيء من الفم بخلاف الذي قبله. انظروا هذا الذي قبله كيف أن هناك صويت من الفم، بينما في القاف والكاف انظروا ما في شيء من الفم. الصوت بكماله تحول لوين؟ إلى الأنف. لاحظتم السهم هنا؟ ما بقي شيء عن طريق الفم عند القاف والكاف فقط. رجوع لسان المزمار كما نرى وتضيق الحلق نعم يسببان تفخيم الغنة. هنا لا رجوع للسان المزمار عند الكاف، أنكا، فصوت الغنة مرقق والجزء
الفموي مقفول بأقصى اللسان. أرجو أن تكون المسائل قد صارت واضحة. تنبيه: يكون صوت النون المخفى مفخما إن جاء بعده حرف مفخم نحو منصورة، وتكلمنا على هذا، وذلك بسبب رجوع لسان المزمار وتصعد الصويت الفموي إلى قبة الحنك. ويكون صوتها مرققا إن جاء بعده حرف مرقق نحو الإنسان، أنفسكم، من دوني. ليه؟ وذلك لعدم رجوع لسان المزمار ولتسفل الصويت الكذا. علامة إخفاء النون: ذكرنا بأن إخفاء النون لا نضع سكون على النون والحرف الذي بعدها مجرد من التشديد. كذلك التنوين، أي يكون التنوين متتابع وليس متراكب، والحرف الذي بعده غير مشدد. أبرز الأخطاء هذه سنأخذها غدا إن شاء الله تعالى، ولا ناخذها هلا يعني بسيطة. صحيانين ليكون نعستم نقرأ دعاء النوم. من الأخطاء عند نطق أحكام النون الساكنة والتنوين إظهارهما عند أحرف الإدغام والقلب والإخفاء. أن يقول أنفسكم هكذا، من يعمل. ثانيا إدغامهما في الواو والياء من غير غنة كما ذكرت لكم منذ قليل، يقول فمن يعمل من ولي. ثلاثة ترك فرجة بين الشفتين عند قلبهما وهو أمر محدث وشرحتها لكم. أربعة جعل الفم على هيئة واحدة عند أحرف الإخفاء جميعا. هذا قلت لكم موجود في الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا، وهو غير صحيح، الله يهديهم ويصلحهم. خمسة تطويل زمن غنتهما زيادة عن المطلوب. ما يصح تطويل الزمن زيادة. من هاد بس، ما يصح أن نقول من هاد، ما يصير. إخفاؤهما عند الغين والخاء في غير قراءة أبي جعفر، يعني هي بين قوسين ليست لكم، نحو أجر غير. لا يصح أجر غير، بل نقول أجر غير. من خير هكذا الصواب، من خير، ولا نقول من خير كقراءة أبي جعفر. غدا إن شاء الله سنتكلم على هذا الذي ترونه أمامكم، أزمنة الغنن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.